وسهلا يا حبايبي في حلقة جديدة من حلقات المثل المصري وأخوه العربي. المثل المصري النهاردة بيقول كل تأخيرة وفيها خير. أهلا وسهلا يا حبايبي، معاكم جدتكم اللي بتحب دايما تفكركم بالحكمة اللي عمرها ما بتغيب، وبحب دايما أتكلم معاكم عن الأمثال الشعبية. النهاردة المثل المصري بيقول إيه؟ دايما بنقوله لما حاجة بتتأخر علينا ونزعل، لكن نرجع نقول كل تأخيرة وفيها خير. يعني ربنا بيخبي لنا الخير حتى في اللي مجاش في ميعاده. والنهاردة نظيره عند إخواتنا في بلاد المغرب، أهلنا وحبايبنا من المغرب عندهم مثل بيقول اللي فاتك ما كانش ليك، يعني الحاجة اللي راحت ما كانتش من نصيبك، وده برضه فيه رضا وتسليم بحكمة ربنا. والقصة النهاردة بتقول مرة بنت كانت رايحة تتقدم لوظيفة، وجه اليوم ده المطر غرق الشوارع، وطبعا محدش عارف ينزل من البيت، واتأخرت وما قدرتش ان هي توصل. زعلت قوي وقالت راحت مني الفرصة. لكن بعد يومين عرفت ان الشركة دي قفلت لأي سبب من الأسباب بقى. المهم ان وقتها أمها قالت لها شوفي يا بنتي كل تأخيرة وفيها خير. وطبعا إخواتنا في المغرب أمها قالت لها اللي فاتك ما كانش ليك. وهنا الحكمة في كل بلد عربي واحدة، اللي راح كان حكمة واللي جاي أحسن إن شاء الله. قولوا يا حبايبي، حصل معاكم موقف حسيتوا فيه ان التأخير كان فيه خير؟ واستنوني في حلقة جديدة، دوسوا لايك وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام يا حبايبي.